تفتكر الناس بتشتري المنتج عشان هو الأحسن؟ غالباً لأ، الناس بتشتري الإحساس، وده الفرق ما بين التسويق والبراندنج. في التسويق أنت بتخلي الناس تشوفك، لكن في البراندنج أنت بتخلي الناس تختارك أنت. يعني أنت ممكن تعمل إعلان جامد جدا النهاردة ويبيع النهاردة، لكن بكرة ممكن الناس تنساه عادي جدا. لكن البراند القوي أول لما بتسمع الاسم أو تشوف اللوجو بتاعه بتحس بحاجة فوراً: ثقة، فخامة، وانتماء لمجتمع أو كوميونيتي معين. وعشان كده ممكن تلاقي ناس بتدفع أكتر لنفس المنتج تقريبا، مش عشان الجودة وبس، ولكن عشان البراند خلاهم يحسوا إنهم مختلفين. التسويق بيقولك اشتري دلوقتي، ولكن البراندنج بيقولك ده إحنا، ده إحساسنا، ودي شخصيتنا. التسويق بيبيع منتج، ولكن البراندنج بيبني ولاء أو لويالتي على المدى الطويل. أخطر حاجة إن البراند القوي ممكن يخلي الناس تدافع عنه كأنه فريق كرة القدم اللي بيحبوه. وعشان كده هتلاقي شركات مش بس بتبيع أكتر، ولكن بتفضل أكتر في السوق. ودلوقتي قول لنا في الكومنتس، شايف إن التسويق أهم ولا البراندنج أهم، ولا الاتنين بيكملوا بعض؟ ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكوا الفيديو الجاي، وخليك دايما سابق بخطوة.